صباح الخير. التريكي كويشن اللي هنتكلم عليه النهارده هو MCQ بيقارن بين استخدام أداة التعريف وأداة التعريف AN. يلا بينا نشوف السؤال. السؤال بيقول I sent نقط SMS to my friend yesterday، وطالب مني أختار أداة من أدوات التعريف أو AN. أخدنا فيديو قبل كده اتكلمنا فيه بالتفصيل عن الفرق بين الحروف المتحركة اللي هي الفاولز وباقي الحروف الساكنة اللي هي الكونسونانت، واتفقنا إن الحروف المتحركة هم 5 حروف في الإنجليش، هم A E I O U، واتفقنا إنه علشان ننطقهم كفاولز لازم نقف عليهم، بمعنى إن احنا نقول apple egg ink orange umbrella. وقلنا بخلاف ال5 فاولز دول باقي الحروف في الألفابet كلهم كونسونانت أو حروف ساكنة. وشرحت لكم وقتها انه التريك اللي موجوده قدامنا عن استخدام او ان هو انه اهم حاجه في اختيار الاداتين دول هما ازاي بنطق الحرف مش ازاي موجود قدامي. فلو انا عندي كلمه على سبيل المثال بدات بحرف متحرك نطقتها بتبدا بحرف متحرك تاخد اداه التعريف ان حتى لو كانت بادئه بحرف ساكن. وقلنا المثال على كده هي كلمه اور، بالرغم من انها بتبتدي بحرف الاتش الا اني مش بنطقه لانه سايلنت وبقول اور، وبالتالي بتاخد اداه التعريف ان. بالمثل اتفقنا لو الكلمة بدأت بحرف ساكن بديها أداة التعريف بالرغم إنها ممكن تكون بادئة بحرف متحرك. وقلنا المثال على كده كلمة يونيفورم، بالرغم من إنها بتبتدي بحرف اليو وهو فاول إلا إني ما نطقتوش زي ما بنطق الفاول، أنا قلت يونيفورم مش زي ما نطقت umbrella، وبالتالي خدت أداة التعريف نركز قوي يا أولاد وما تخافش وأنت بتختار بين الأداتين عن نطق كلمة sun pen frog moon. الحرف وأنت بتنطقه دايما بيكون نايم ما بتقفش عليه، فأنت بتقول س ب ف م، حرف نايم، فأنت اوريدي عارف إن ده حرف ساكن بياخد أداة التعريف المشكلة أو التريك بتبقى فين؟ لما بيجيب لي كلمة زي دول، كلمة MBA، وMBA لما يعرفهاش دي درجة علمية بنقول عليها degree، درجة علمية. انت لما بتيجي تنطقها بتقول MBA MBA. فانا ازاي وقفت على الحرف واتكيت عليه؟ كاني دمجت حرفين يا ولاد، اي مع الام، كاني قلت ام، وقفت على الحرف ايه باين في اول نطق كان في اي مخفيه، وبالتالي بما اني نطقت فاول مخفي اذا بياخد اداه التعريف ان. بالمثل كلمه FBI FBI انا ما نطقتهاش زي ما بنطق كلمه فيش على سبيل المثال، انا وقفت على الحرف اف كاني دمجت حرف اي واف. فبما اني اول حرف نطقته فاول على لساني بالرغم انه مش مكتوب اف بي اي، فبالتالي خدت اداه التعريف ان. يلا بينا نرجع للسؤال بتاعنا اللي بيقول I sent نقط SMS to my friend yesterday. I sent نقط SMS to my friend yesterday. ولا ان؟ نعمل ايه؟ احنا هنروح على السبيس بتاعي ونشوف الكلمة اللي بعده SMS. انا نطقتها ازاي؟ هل قلت س زي sun ولا قلت اس وقفت على الحرف؟ ها خلاص بقت سهلة، كأني دمجت اي واس، كأني نطقت حرف فاول مخفي قبل الكلمة SMS. ما نخافش واحنا بنختار، حتى لو حد جنبك لخبطك خلاص انا فهمتها SMS. اتكيت وفي فاول انا نطقته بس هو مش مكتوب، وبالتالي هختار اداه التعريف ان. تبقى الاجابه الصح يا اولاد I sent an SMS to my friend yesterday. I sent an SMS to my friend yesterday على خلاف القاعده. نيجي نجرب مع بعض بقى احنا السؤال ده. I downloaded not MP3 song last night. I downloaded MP3 song last night. وطالب مني اختار بين ادوات التعريف و ان. نفكر هنعمل ايه؟ اول حاجه اتفقنا هنروح على سبيس ونشوف الكلمه اللي بعده. الكلمه كانت MP3. MP3 نطقت MP3 أو MP4 إزاي؟ اتكيت على الحرف وقفت عليه كأني دمجت معاه vowel EM، وبالتالي طبعا من غير ما أفكر هنختار أداة التعريف an. I downloaded an MP3 song last night. I downloaded an MP3 song last night على خلاف القاعدة إنه حرف ساكن يجي قبله أ. السؤالين دول أنا شفتهم في كتاب أولى ثانوي، أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس كويس. تابعوني علشان تشوفوا فيديوز أكتر تساعدكم في دراسة الإنجليش. شكرا.